وخارجين بعض المؤثرين المغاربه الله يهديهم تا هما، قال لك كل التضامن مع الملاكمه الايطاليه. وشنو دارت لك اخويا ايمان خليف؟ السيده بعيده عليك، بعيده عليك كل البعد. انا شفت جزائريين والله تيشجعوا خديجه بنتنا، خديجه الراضي اللي معول عليها باش تجيب لنا شي ميداليه، وانتم تطلعوا نتوما ضربكم النفس على الملاكمه الايطاليه ولا، وشوفوا الجزائريين داخلين براجل حشومه. خلوا السيده عليكم، عطوا السيده التقار، راه باز هاد البنيه مسكينه، الاعلام من هنا وزيدين على حنا كعرب خوتنا. خلوا السياسه للسياسيين، هذه رياضه، هذه رياضه والفن نتعاونوا مع بعضنا البعض. هذا شرف لينا، شي ملاكمه بحال خديجه تجيب لنا شي ميداليه، بحال ايمان تعاونوا ونخلوا الصراعات السياسيه. واحد خارج بوجه احمر، احنا كلنا تضامن مع الملاكمه الايطاليه، عيب وحشومه. لا كانوا البعض في الجزائريين من اصحاب القلوب السوداء، حنا نكونوا اصحاب القلوب البيضاء. خويا العزيز، السيده راه نعاونوها. بالعكس بدي نشوفك انت كمؤثر مغربي ومؤثر مصري وراها، ولا مؤثر العرب تقول لك شوف انا العرب راه ورايا، وانت هي الصحافه ضدها، وانت جاي انت ضدها. اختي ايمان سيري على بركه الله، ان شاء الله الذهب واللي بغى يدوي شغلوا هذاك، والماء والشطابه تلقى البحر كما نقولوا حنا هنا عندنا في المغرب. سيري على بركه الله ان شاء الله. وهذيك الميداليه الله يرضى عليك بغيتك تهديها لي للشعب الفلسطيني، الذهب ان شاء الله. وراه حنا وراك، حنا وراك ايمان. اللي طلع اغوش ادروات بيركود مزيان يطيح، خلي بنادم داوي كما قال الشاب بلال. هضر خويا، خلي بنادم داوي، ابلا خاويه. القلوب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. خوتنا السلام عليكم. كما شفتوا الخوة في بداية الفيديو، هذا الإنسان المغربي الحر والشريف الذي يعرف على الأقل ما له وما عليه، ويعرف على الأقل كيف يفصل بين السياسة وبين الرياضة. ولو لاحظتوني الخوة في الفيديو الأخير اللي تكلمت فيه على الحملة المغرضة على بطلتنا إيمان خليف، قلت لكم باللي مصدر الحملة المغرضة ومن وين بدات من العياشه. ولو لاحظتوني الخوة في الفيديو هذاك واش كنت نتكلم دائما اعيدها واكرر وانوه اني راني نتكلم على العياشه اللي راهم يقودوا في الحمله المغرضه هذه، ما نتكلمش بطبيعه الحال على المغاربه الاحرار والشرفاء. من بينهم الانسان هذا راهو عينه على المغاربه الاحرار والشرفاء. عندنا مشاكل سياسيه بين الجزائر والمغرب، كلنا متفقين على الشيء هذا، ولكن ما تدخليش الامور السياسيه في الامور الرياضيه. الجزائريين ما تكلموا على حتى يعني رياضيه مغربيه، مع انه هناك الرياضيه المغربيه هذه خديجه اللي تكلم عليها اخونا هذا المغربي في بدايه الفيديو هذا، راهي يعني لما تشوفها مع ايمان خليف يعني ما تبانش خويا العزيز، ولكن لا تربيتنا ولا اخلاقنا ولا يعني ثقافتنا يعني تخلينا نتكلموا والله نتنمروا على الانسان هذه، بداعي ان من خلقها هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا لما نتنمروا على الناس هذو وبالتالي رانا نتنمروا على خلق الله سبحانه وتعالى. انا تكلمت على الموضوع هذا وبعدها خوتي حذفت التغريده لانه ضميري النبني، انا ما نقدرش يعني نتكلم والله نتنمر على انسانه والله رجل والله ما على باليش خلق الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه اللي ما يقدرش يديرها الا انسان يهودي. وهذو العياشه خوتي اللي تكلمت عليهم راهم يهود بطبيعه الحال. دائما اعيدها واكررها باستثناء المغاربه الاحرار والشرفاء. المهم خوتنا نروحوا نردوا على ايلون ماسك اللي راهو يتكلم كذلك ووصف بطلتنا بالمتحول الجنسي، يعني وكانه يعتقد باللي الجزائر والله الدول العربيه والاسلاميه هذه راهي مثل الدول تاعهم هما اللي تقبل هذا بالتحول الجنسي والامورات هذه يعني عادي جدا في بلادهم. خوتنا نشوفوا الفيديو هذا مع بعضنا وبعدها لكل حادث حادث. اسمع مليح خويا. كيف تحول ابن إيلون ماسك إلى فتى؟ الملياردير الأمريكي صرح أن ابنه خضع لأدوية مثبطات البلوغ التي جعلته عقيما على حد قوله، ثم بعد ذلك خضع لجراحة التحويل إلى أنثى. ومثبطات البلوغ تعمل على تأخير التغيرات التي تحدث في مرحلة البلوغ لدى المتحولين جنسيا لمنع الجسم من إفراز الهرمونات الجنسية ووقف السمات الجنسية الأساسية للذكر والأنثى، حيث تبطئ نمو شعر الوجه والجسم وتمنع خشونة الصوت ونمو الأعضاء التناسلية عند الذكور. ديجا هنا تفهم بوكو شوز. هذا البنادم يتكلم على التحول الجنسي اللي الشيء هذا راهو موالف به في العائلة تاعو،
فرق خاوتنا بين انك تتكلم بين التحول الجنسي، لانه هنالك فرق كبير وكبير جدا. رئيس الوزراء الايطاليه هذيك لما تكلمت على الموضوع واش قالت باللي ربما ما نقدروش نسمحوا للرياضيين اللي مثلا تكون نسبه الهرمون هذا التستوستيرون هذا ولا كيفاش اسمه عاليه والله يعني تكلمت يعني بناء على قواعد وقوانين وامور تتعلق بالعلم. بصح انك مباشره تتهم انسان بالتحول الجنسي وانت ما عندكش ادله كافيه، فهذا راهو اول حاجه يعتبر تشهير. يعني اذا قامت البطلتان ايمان خليه بمقاضاته امام القضاء العالمي راهو مضطر خاوتنا باش يعني يعوض ايمان ماليا. انا لو كنت مكانها والله خاوتنا غير نقاضيه وغير نشرعه ويعني نبهدل به امام يعني القضاء العالمي. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه لازمك تفرق يا ايلون ماسك، انت اللي تدعي على اساس انك عندك يعني مناهج علميه وانسان مثقف وانسان علمي، لازمك تفرق بين التحول الجنسي. ما تعتقدش باللي الناس كامل راهم مثل ابنك انت اللي اسمه زافير هذا تحول لفيفيان والله كيفاش اسمه كما هو كما الناس كامل. على الاقل الحمله باش نبين لكم الخواب باللي الحمله هذه راهي ممنهجه من اجل تشويه سمعه المسلمين ومن اجل تشويه سمعه العرب، ماشي حمله بريئه ابدا. لازمك تفرق بين التحول الجنسي. التحول الجنسي هو انسان مثلا ولد كذكر وتحول الى انثى، مثلا كان اسمه مثلا ايمن تحول الى ايمان، كان اسمه مثلا على باليش انا قدور تحول الى ايمان، هذا تحول جنسي. كما مثلا ابنك انت اللي كان اسمه زافير والله كان اسمه زافير تحول الى فيفيان اللي هو اسم لانثى، هذا يعتبر تحول جنسي. يعني ولد بوثائق لما وصل 10 15 سنه 20 سنه تحول الى وثائق اخرى بجنسيه اخرى، كان ذكر اصبح انثى، هذا يعتبر تحول جنسي. ولكن الكال اللي نورمالمون تتكلم فيه انت من المفترض على الاقل باش ما نشكوش باللي كاينه حمله ممنهجه لتشويه صوره المسلمين والعرب، نورمالمون تتكلم بدلائل علميه. قال باللي هناك يعني اناث عندهم يعني صفات رجوليه حتى ولو كان الاعضاء تاعهم اعضاء انثويه ولكن عندهم صفات رجوليه، وهذه موجوده في العالم كله. كاين اناث عندهم صفات رجوليه وكاين ذكور عندهم صفات نسائيه، هذه معروفه في العالم كله. ولكن هذا لا يستثني ان الرجال هذو اللي عندهم صفات انثويه على اساس انهم رجال، والله الاناث اللي عندهم صفات ذكوريه معناتها باللي الاناث هذو راهم رجال. لا هذا اكبر دليل باللي هذه راهي حمله لتشويه صوره العرب والاسلام والمسلمين. حب يقول بطريقه غير مباشره هذو هما العرب اللي يقول لك ما عندناش التحول الجنسي، وها هو اكبر دليل على اساس انهم لديهم التحول الجنسي. لا عند العرب والمسلمين ما كانش ابدا التحول الجنسي، والتاريخ راهو كافي. التاريخ والوثائق والتحريات تاع اللجنه الاولمبيه تثبت باللي البطله ايمان خليف كبرت وترعرعت ويعني وصلت الى ما هي عليه الان، وكامل حياتها عاشتها كامراه بعيدا عن الرجال، على عكس ابنك انت اللي عاش حياته 10 سنين ولا 15 سنه على اساس انه رجل وبعدها تحول الى امراه، والوثائق كانت على اساس انه ذكر وفجاه تحول الى امراه. هذا هو التحول الجنسي. لازمك تفرق بين التحول الجنسي وبين المراه اللي عندها صفات ذكوريه، ولا نقولوا مثلا الهرمونات تاعها ربما زايده شويه على الاناث الاخرين ماشي كيف. وهذا رئيس اللجنه الاولمبيه راهو تكلم، ماشي رئيس اللجنه، الناطق الرسمي باسم اللجنه الاولمبيه. البارح داروا بيان طويل وعريض دعموا من خلاله بطلتنا ايمان خليف، واليوم راهو زاد دار مؤتمر صحفي وشرح يعني الوضعيه تاع ايمان خليف. اسمع وشوف خويا العزيز. The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, boxed as a female, has a female passport. This is not a transgender case. There are many women with higher levels of testosterone than men. So actually the idea that a testosterone test is some kind of magic bullet is actually not true. Are these athletes women? The answer is yes, according to eligibility, according to their passports, according to their history. A test which may have happened overnight was a made-up test which is new. I don't think we should give that any credence at all. If we start acting on every issue, every allegation that comes up, then we start having the kind of witch hunts that we're having. الكلام تاعو واضح، قال لك ما كانش هناك تحول جنسي. علاش؟ لانه هذه الطفله تربت وكبرت على اساس انها انثى وباقت انثى. يعني الكلام اللي راهم يعني ينتهجوه الغرب والدخلاء على العرب العياشه اللي تكلمنا عليهم
ما عنده حتى اساس من الصحه. يعني ما تقدرش تصنف الحاله تاع ايمان خليف على اساس انها تحول جنسي، وهذا واضح وضوح الشمس انها حمله ممنهجه من اجل تشويه صوره العرب والمسلمين، وتكلمنا على الشيء هذا. وقال لك هناك مواثيق من اجل تحديد، يعني اللجنه الاولمبيه هذه عندها دي زيطاب، عندها خطوات من اجل ما اذا كانت يعني تحدد الانسان هذا اسكو راجل والله انثى. اول حاجه قال لك الاهليه يعني يحب يقول باللي هناك تحريات، يشوفوا للتاريخ تاعها، يشوفوا الوثائق تاعها لما كانت صغيره. هذه الامور كلها داخله في لي زيطاب التي تنتهجها اللجنه الاولمبيه الدوليه باش ما تقعش والله باش ما توقعش في الكل اللي راكم تتكلموا عليه تاع التحول الجنسي. انا نعطيكم مثال، لو ابنك انت دخل وكان رياضي ومثل البنات تاعكم تاع كندا ولا ما على بالش واش من جنسيه تاع ايلون ماسك، ليسونسيال والله الامريكان والله ما على بالش واش من جنسيه اكزاكتومون، لو دخل على اساس بطل اولمبي والله بطله اولمبيه مع النساء ما يقبلوهش. علاش؟ لانه لو يروحوا يحوسوا على التاريخ تاعو يلقاو باللي الانسان هذا منقم لما كان في البدايه تاعو على اساس رجل وتحول الى انثى، هذا يقولوا له التحول الجنسي. ولكن اللجنه الاولمبيه لما راحت بحثت في التاريخ نتاع ايمان خليف لقاو باللي راهي كبرت وتربات ودرست على اساس انها انثى وما زالت لحد الساعه انثى. على اساس جواز السفر واش حب يقول؟ على اساس الوثائق هذه من التاريخ من اللي كانت في عمرها عام، والوثائق تاعها تستخرج على اساس انثى، والتاريخ كذلك، والاهليه دون استثناء الفحوصات الطبيه. وقال لك هذيك الحكايه تاع التستوستيرون والامورات هذيك، قال لك باللي كاين نساء بزاف عندهم نسبه التستوستيرون اكبر من النسبه من النسبه الموجوده في الرجال. فمثلا العياشه هذو اللي مدايرين حمله طويله وعريضه، نسبه يعني التستوستيرون الموجوده في اغلبيه النساء الجزائريات اكبر منهم، وهذا شيء عادي وعادي جدا. ليسونسيال خوتي هذه النقطه الثانيه. والشيء اللي يغيظك انه خوتي، علاش انا نتكلم على العياشه؟ نتكلم على العياشه لانه شفت اغلبيه العرب خوتي وقفوا مع الانسانه هذه، وقفوا مع البطله هذه وتضامنوا مع البطله هذه. ولكن شفت نسبه من العرب يعني وقفوا على اساس انهم غرب. هذو النسبه من العرب لما رحت بحثت لقيتهم عياشه، لقيتهم مروكيين. اسمع اخويا العزيز بلال حداد صانع المحتوى العالمي والمعروف في الوطن العربي واش يتكلم على القضيه هذه. اسمع مليح اخويا العزيز. أكبر ضجة إعلامية بكل العالم التنمر على بنت الجزائر إيمان خليف، البنت اللي اعتبروها رجال متحول. تخيلوا الصحافة العالمية حتى المشاهير العالمية وبيناتهم مالك تويتر إيلون ماسك عم يعمل حملة لحتى تخرج هذه البنت من بطولة أولمبياد باريس. أكبر حدث بالعالم بهالوقت، ترند نمبر 1، ترند الأول عالميا، الوقوف مع البنت الإيطالية ضد البنت الجزائرية إيمان خليف. أكبر حدث للعالم. إنه هيدا كله اللي عم يصير غير صحيح أبدا، لأنه إيمان خليف هي وصغيرة، هيدي هي صورها، وبالفعل هي بنت وليست متحولة لذكر. وكل هيدا اللي عم يصير ليشوهوا صورة الجزائر وصورة البنت وصورة العرب أمام الغرب. إيلون ماسك، روح شوف ابنك اللي متحول جنسيا قبل ما تحكم على شيء منه صحيح أبدا. بنت الجزائر كلنا معك، كلنا حدك بإذن الله. نهاية البطولة حتحملي وترفعي بالعالي الميدالية الذهبية شوكي بعيون الحق ديما. والله الخوال لما يكون انسان عربي يدعم بطلتنا الجزائريه هذا شيء عادي وعادي جدا. بصح واش يغيظك انك تشوف مثلا ابطال ايطاليين حتى من الدوله تاع البطله هذه والله تاع الانسانه هذه اللي هزمتها ايمان خليف، حتى ابطال ايطاليين ووقفوا مع ايمان خليف، من بينهم يعني السباحه ولا البطله العالميه في السباحه الايطاليه اللي قالت انه المشكله ليست في ايمان خليف، وانما البطله تاعهم زعما هذيك الرياضيه الايطاليه هي اللي دخلت على اساس تستفز بطلتنا ايمان خليف وتلقى التعاطف من اللجنه الاولمبيه. فاذا باللجنه الاولمبيه وقفت مع بطلتنا الجزائريه. كي تشوف مثلا البطله العالميه في الملاكمه الايرلنديه هذيك دافعت على ايمان خليف، بينما لما تجي تشوف بعض العياشه يقفون مع الايطاليه ومع الغرب ضد رياضيه جزائريه بداعي السياسه، فهنا خويا العزيز يعني تفقد الامل من الوحده العربيه. خلوا السياسه اكوتي وتكلموا على الرياضه.
بعيدا عن السياسه. خوتنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.